المسؤولين في نادي الزمالك يعني بيفكروا بطريقة مقلوبة. نحن نختلف عن الآخرين خالص. حتى لما جابوا واحد زي جون ادوارد ومسكوه النشاط الرياضي في النادي، تمام، بيعمل برضه مصايب وكوارث. يعني انت دايت بيك الدنيا رايح تجيب مدرب حراس مرمى للزمالك كان بيدرب في مكابي تل زفت ومتصور عند حائط المبكى. هو انت دايت بيك الدنيا يعني مفيش حراس مرمى تاني؟ ايه الذكاء اللي فيكوا ده؟ ايه الغباء المركز اللي في الناس اللي بتختار الكوادر اللي بتشتغل؟ انا بصراحة مش فاهمها، ودي مش اول مرة. يعني قبل كده برضو اتكرر نفس الفكرة في حوار زي كده في نادي الزمالك. الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. يعني مفيش مدربين حراس مرمى في نادي الزمالك؟ خلاص مفيش كوادر تدريبية في حراس المرمى في نادي الزمالك؟ مفيش كوادر تدريبية لحراس المرمى في مصر خالص؟ طب هات واحد ماشي اجنبي ما يكونش ليه سبق ان هو متصور عند حائط المبكى وكان بيدرب في مكابي تل زفت. يعني انا مش فاهم العقليات بتاعتكم ايه، انتوا فين يا جماعة؟ ولا انتوا عايشين ازاي؟ ولا يعني حاجة غريبة جدا. انا تأكدت دلوقتي ان الغباء في العيلة عندكم بالوراثة. يا فندم انت بالعيله داخلها ايه؟ لو انت ما عندكش كوادر في مصر هنا، ابعد يا اخي عن واحد كان بيمرن في مكابي تل زفت. يعني شوف حد غيره. يعني الدنيا مليانه مدربين حراس مرمى، اشمعنى ده يعني وبتمسكوا فيه يعني؟ ولا انتوا مفيش عقليه بتفكر يعني؟ ولا انتوا في ايه بالظبط؟ ناس غريبه جدا يعني. ما علينا.